يخش في اي بطوله يرعب اي منافس. مرشح اول والاخير في لاي بطوله بناخدوها. احنا دلوقتي ما فيش لعيبه اساسا. احنا بنقول محمد صلاح ما بيلعبش كوره، خايف على نفسه. دلوقتي محمد صلاح بص عايز يعمل كل عايز فلوس بس، مش اكتر. هيعمل ايه لمنتخب مصر؟ مرموش هيعمل ايه برضه لمنتخب مصر؟ كلهم يا جماعه دولت بيدوروا، هم محترفين بره في انديه كبيره. خلاص هيدور على مصر؟ لا طبعا. لان مفيش حد بيقف ولا حد بيتكلم معاهم. هم مطلعينهم السما، مرموش ومحمد صلاح. مرموش ومحمد صلاح ده حتى لو غلطوا، لو بيغلطوا يعني الاعلان في مصر يقول لك لا ده هم احسن ناس، ده هم لا في نجوم العالم. ليه يا جماعه؟ في نجوم عالم ايه بس؟ الموضوع مش كده. احنا كده يعني هنخسره كتير. احنا كده مفيش اصلا. مصر كده بقت تحت. بقى اي منافس دلوقتي، اي حد يتمنى ان هو يقابل مصر، عشان عارف مصر انها بتخاف من بص في اي حاجه. مفيش يعني مفيش لعب اساسا، بيخافوا من اي حاجه. ليه كده يا جماعه؟ احنا مفيش لعب خالص عندنا في مصر. والله العظيم ما في لعب في مصر. احنا عايزين كده يا جماعه اللي يعني. طب يعني الواحد مش عارف يقول ايه. والله العظيم انا اتخنقت. يعني الواحد اتخنق من لعب مصر ومن قرف مصر ايه قله القيمه دي اللي احنا فيها دي. احنا يا جماعه بنتفرج على الكوره، مفيش كوره، مفيش كوره. احنا ما لعبناش كوره، احنا ما جيناش اساسا. هات لي يعني، هات لي واحد كده يقول لي ان احنا جينا الماتش، ان احنا لعبنا الماتش. احنا كنا كاشين ورا. كله بيتفرج على الكوره. الكوره بتخش من الدفاع، والدفاع شوربه خالص، والله العظيم شوربه. الشناوي بيتفرج على الكوره، بتفرج ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ مش لعب ده يا عم. والله العظيم يا جماعة احنا اتخنقنا وقرفنا قرف السنين. مفيش كورة في مصر، حتى الأندية. والله الأندية ما فيها أي حاجة. والله العظيم دلوقتي الأندية ما فيها أي. الأندية دلوقتي الدرجة التانية دي ما شاء الله عليها بيلعبوا لعب مية مية. لعيبة فيها لعيبة مدفونة. لا احنا بنبصوا ان احنا نروح نجيبوا لعيب بمليارات، ونسيبوا اللعيبة بتاعتنا بتاعت مصر وبنحطموها. والله بنحطموها. ما تبص تحت يا عم، بص تحت وخد اللعيبه اللي تحت دي. اعمل منتخب مصر. لا احنا بنعمله منتخبات الناس التانية، بنعمله منتخبات الدول التانية. ناخده من المغرب، ناخده من الجزائر، ناخده من هنا وبنصلحوا في اللعيبه بتاعتهم. واللعيبه بتاعتهم محترفين وبيجوا عند هم بيروحوا عندهم حتى المنتخب هناك ما بيلعبوش. المنتخب بتاعهم ما بياخدهمش. ما عشان عارف خلاص هم اللاعب اللي بيجي من بره